سمعوا معايا هاد التقرميشه يا سلام. الا قلت لكم هاد المسمنات هادو بلا عجينه وبلا دليك وبلا تماره وكيتحضروا في ساعتهم غتيقوني ولا لا؟ تبعوا معايا الوصفه باش تعرفوا كيفاش درت ليهم، وما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، وما تنساوش تنضموا لحسابي عنوان الحدقه باش تبقاو دائما توصلوا بجديد الوصفات والشيوات اللي كنشاركها معكم. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للحشوه خديت المقيله ديالي درت فيها شويه ديال الزيت، بصيله مشلضه وجوج حبات ديال الفلفله. انا درت فلفله حمراء وفلفله صفراء، نتوما كديروا اللي كان متوفر عندكم. من بعد ضفت صدر ديال الدجاج اللي قطعته حتى هو صغير، غطيت على جميع المكونات. النار كتكون مجهده وكنخليهم حتى كيطيبوا تماما. مره كنرجع كنحركهم حتى كتحسوا بهم بانهم بداو كيتقلاو. من بعد كنضيف لهم التوابل، احتاجيت شويه ديال البزار، الخرقوم، التحميره وشويه ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال صلصه الصوجه. صافي كنمزج هاد المكونات هادو مزيان وكندوز باش كنضيف باقي المكونات. غادي نحتاج 2 مربعات ديال الشعريه الارز او الشعريه الصينيه اللي رقتها في الماء سخون، ومن بعد قطعتها. ضفت زيتون اسود وزيتون اخضر اللي قطعتهم صغارين، شويه ديال ربيع قزبور ومعدنوس، وعلبه ديال الطون. كان عندي هنايا الطون في المجمد وبالتالي غيبان لكم بان الشكل ديالو قاصح. بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي الطون والدجاج راه كتجي هاد الحشوه هادي خطيره بزاف، غير جربوها وردوا عليا. فايت اللي جربتها معكم في مسمن سيجار فعلا تستحق التجربه. صافي هنا غادي نخلي الحشوه ديالي جانبا باش كتبرد. كندوز كناخذ الورقه ديال البسطيله، اما كتستعملوا الورقه ديال البسطيله او الورقه ديال الفيلو، راه كتعطي يعني نفس النتيجه. هنايا صافي كناخذ الورقه ديال البسطيله كنديرها فوق من سطح العمل. غادي نجيب شويه ديال الزبده اللي ذوبتها وضفت لها شويه ديال الزيت نباتيه، وكندهن هكا الورقه ديالي، يعني كميه قليله غير كدهنوا بها الورقه باش هكا ما كتجيش ناشفه وكتجي مقرمشه. من بعد كنجيب هذيك الحشوه كنديرها في الطرف ديال الورقه، وغادي نبدا كنطويها على شكل واحد المربع او مستطيل صغير. صافي بهذه الطريقه هذه. تقدروا طيبوهم البنات في المقله كيف ما تقدروا طيبوهم في الفران. الا بغيتو طيبوهم في الفران كتزيدوا كدهنوهم هكا من الفوق بشويه ديال الزبده وكتدخلوهم للفران كيطيبوا. اما الا بغيتو طيبوهم في المقله فغادي نوريكم الطريقه، راه ساهله بحال الا كطيبوا في المسمن. صافي هنا غادي نعاود معكم مسمنه واحده اخرى كندهنها بالزبده. كندير الحشوه وكنبدا كنجمعها، يعني ما كديروا لا ما لا دقيق لا حتى شي حاجه، غير يعني كتحطوا الاطراف على بعضياتهم وراه ما كتحلش لكم نهائيا. صافي غادي نستمر تنسالي الكميه اللي عندي كامله، ومن بعد كندوز كنطيبهم في واحد المقله اللي كتكون ما كتلصقش. النار كتكون متوسطه، المقله كتكون سخونه، عاد كنحطهم كنبقى مره كنقلبهم حتى كيتحمروا ليا من الجهتين بجوج، ومن بعد كنبدا كنقلبهم على الجوانب باش حتى هما يتحمروا ما يبقاوش بيضين، يعني بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. صافي غادي نستمر حتى نطيب الكميه اللي عندي كامله، ودائما كنحاول انني نطيب هذوك الجوانب ديال المسمنات ديالي، يعني الجوانب بربعه بهم كنبقى كنقلبهم ونعاود حتى كيتحمروا مزيان، ومن بعد كنقدم المسمنات ديالي. سمعوا لي التقرميشه كيفاش دايره، كيجيو مقرمشين ورائعين بزاف، وفكره صراحه مختصره ورائعه بزاف، خصوصا في رمضان الا تشهيتوا مسمنات هكا وما فيكم ما يعجن ويتسنى العجينه حتى تطلق ويدلك العجينه مزيان. فهاد الفكره هذه غزاله بزاف. ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، وما تنساوش تنضموا لحسابي عنوان الحدقه باش تبقاو دائما توصلوا بالجديد. والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.